طيب طبعا الخبر الرئيس والكبير هو استسلام كيكل. ويا اخوانا، يعني بصراحة شديدة جدا انا عايز اقول لكم سر. يعني احنا بتمر علينا حاجات كثيرة جدا، لكن الزول بخلاها في الاضابير، يعني ما بقولها. لكن استسلام كيكل ده وراه صحفية يعني شغالة في الموضوع ده من وقت طويل جدا. وانا اشهد الله انه يعني في القاهره قبل ما ارجع كندا هي اطلعتني عليه كل شيء، لانها تلميذه من تلميذاتي يعني. و ورتني انها في يوم من الايام حتتوفق، وبدا لي انها نجحت وتوفقت. و... وهي قادت يعني بصبر وبتأني حوار مع الكيكل من وقت طويل جدا، يمكن ده الشهر السادس، وتوج بانتصار. وكمان كيكل كتر خيره بقى ما براو، كمان ضاع خدت في البيعة سفيان. سفيان ما يستسلم. سفيان خدعوا كيكل وجابوا، وأسى الآن سفيان في حضن الكاهن. يعني يعني هسه دلوقتي قاعد في بورسودان، وزول خدع، خدعوا كيكل وجابوا، وانتهت بذلك أسطورة النغيب المتمرد سفيان. كل الأشياء دي تمت، الناس ما عندها الضوء الواضح في أنها تمت كيف والوسائل اللي تمت بها. وهو طبعا يضع الله أسراره في بعض من خلقه. يعني تكون في صحفية تعمل إنجاز كبير زي ده وما تكلمت ليه أسا، ولا ممكن تتكلم. هي دي مسألة الوطن والوطنية والضريبة والكده. وفي بعض الأحيان السر وحفظ السر والعمل السري بي بيكون هو تاج المعارف، وتاج الانتصارات، وتاج الفرح. أنا أهنئ الشعب السوداني بهذه الانتصارات. الانتصار السياسي الأول في أنه الحركات القوى المشتركة يعني على قناعة كاملة بأنه مستقبل البلاد يعني هو في جيش واحد. وأهنيهم أيضا باستسلام كيكل اللي يبدأ بيفتح الطريق واسع لاستسلام قيادات أخرى، وبيفتح الطريق لجيشنا لانتصارات واسعة. وأنا من الأول بقول إنه الحرب دي هي الحرب الوحيدة اللي ما حتنتهي بتفاوض. دي الحرب الوحيدة اللي ما حتنتهي بمفاوضات، بمعنى نيروبي وما عارف الإيجاد ويجي مندوب من ديل. لا 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 لا، ما في أي مندوب حيجي. الناس ديل حيستسلموا وحيقتلوا وحيتثوا اتثاثا من السودان، وكل مناصرينهم حيمشوا في الأرض خجلانين ومغطيين وشهم. وسامع أنا في بعض الناس منهم ابتدوا يبدو الرغبة في إنه يجيبوا السودان، مثلا زي اللي اسمه طه ده، طه الزول ما معروف، ما معروف ده شنو هو ذاته. أنا قريت في الواتساب إنه قال داير يمشي في السودان. أنا أفتكر إنه أنا أنسب حتة له ويمشي الحياة البرية، يسلم نفسه هناك يعني. لأنه يعني أسا زي طه ده لو جاء يعني عشان يعمل شنو؟ عشان يقول شنو يعني؟ عشان ياتوا نغابة حتسمع كلامه، والله ياتوا قطاع اجتماعي حيتأثر بموقفه اللي اتخذه، والله شنو يعني؟ يعني بس هو ده زول ضل كده دخل القش ما قال كش. فنحن نرحب بأي زول يجي مستسلم ويجي قانع بأنه هو ما أي رغم في الحياة السياسية، لأنه أصلا هو زول
يعني مجازي، وزول اساسا صنعوا الوهم، وما ممكن نستمر. نحن دخلنا مرحله الواقع الحقيقي، الواقع اللي حيفرز يعني وضع جديد وقياده جديده وسودان جديد وجيل جديد، جيل ناس سوزي وجيل ال الشباب، ناس شموخ، وجيل المعتقين زي يعني الدكاترة والبروفيسورات اللي بجرأة وطنية ينحازوا لشعبهم. دي القيادات الجديدة في السودان، وده الوضع الجديد في السودان، والناس اللي بيكونوا مؤهلين عمليا وعندهم مهارات مهنية. لكن تاني زول كده حائم في القهاوي والمنظمات، والله متربي في أضابير الأحزاب وبيمجد له في يعني ناي تاريخ غابر وبتاع، ده ما عنده مكانة في بلد يعني يتكسر كله وداير يبدا نهضة جديدة. فتهنئة لشعبنا، وإن شاء الله الانتصارات متواصلة ولقدام. شكرا.